مرحبا، أنا رانيا وفيديو جديد اليوم. أهلا وسهلا فيكم وكل حدا شرفني بالقناة، ويا ريت كل حدا بيشوفني يعمل لي لايك واشتراك، وشكرا على اللايك مسبقا وشكرا لوجودكم بقناتي. أهلا وسهلا، نورتوني. اليوم عملت لكم تشكيلة مخبوزات شي بياخد العقل، إن شاء الله بيعجبكم وحبيت التقي فيكم. وانا دائما بعمل المخبوزات والمعجنات وبنزل على القناة لاني بحب كتير اعمل انا عجين وبحب المعجنات. وطبعا يعني ما في حدا ما بحب المعجنات، وهلأ مشان المدارس كتير المعجنات يعني اختيار ممتاز ممتاز. الله هيك يقوينا ويقويكم كلياتكم ويعطيكم العافية. كل الستات كل الأمهات مشان المدارس، الله هيك يا رب يقوينا ويسعدكم يا رب حبايب قلبي. اليوم الفيديو بس عملت مخبوزات، وهلأ بدي استعرض معكم المقادير. عم بقولكم هون انه انا حطيت بيضة للعجين، فاخدت بياض البيض حطيته. هلأ شوفوا عم برجيكم بياض البيض، واخدت الصفار بدي ادهن فيه المعجنات. هلأ بتشوفوا كيف دهنت فيه وش العجين. هلأ هون أنا عندي حطيت بياض البيضة، وهي صفار البيضة حطيت عليه عم لكم معلقة خل، وحطيت عليه معلقة فانيلا سائلة مشان زنخة البيض طبعا. وهلأ أنا أي محسن عنا بالبيت بنحطه. عنا لبن زبادي، عنا حليب، حليب بودرة، حليب سائل. المهم إنه نحن نحط المحسن للعجين مشان يطلع معنا بإذن الله. يعني يسلموا ايديكم اذا حدا بده يعمل هيك ويجرب، يسلموا ايديكم، الله يعطيكم العافية كلياتكم. هي انا عملت شايفين يعني الخميرة انه حطيت عليها سكر، ما صورتها، حطيت ظرف خميرة، حطيت عليها معلقتين سكر وتركتها شوي لما هيك يعني تفاعلت مع السكر. وهلا حطيتها فوق بياض البيض، وحطيت ملح، وحطيت لبن زبادي، وحطيت بيكنج باودر. طبعا هذا كله محسن للعجين. يعني شو بتطلع عم لكم عجينة غير شكل، شي بشهي والله وبشتهيكم فيها. حطيت طبعا كمان سكر. معلش العجينة معلش لو كانت انه هي ما حتطلع حلوة كتير. العجين لما بنحط له سكر طبعا بيعطي لون حلو للعجين لما نخبزه. وهون حطيت زيت نباتي مثل مو شايفين، يعني فنجان او كاسة شاي صغيرة زيت نباتي، وخليت شوي بدي ادهن فيهم وش العجين. وطبعا خل كتير منيح كتير للعجين، بفتح لون العجين بخليه ابيض، ومحسن كمان للعجين مثله مثل البيكنج باودر والخميرة. وهلا عم حرك المواد السائلة مع بعضها. وطبعا بدي تضيف الطحين بالتدريج، انا ما بنخله هذا الطحين لانه واثقة منه بعرفه، وهذا مبكت يعني. فان شاء الله يعني ما فيه شي ما بده نخل. شايف يعني انا ما بعرف بحط هيك يعني ما بعير، فحطيت يعني انا مج مي او نصه مشان حطيت الخميرة فيه لما تفاعلت. وهلأ كملت شوية مي دافية يعني حوالي مج مي، وما بعير الطحين. انا بحط لكم المقادير بصندوق الوصف ان شاء الله اذا حابين تجربوها. حبايب قلبي انا اشتقت لكم كتير، وانا اسفة على التأخير، انا بعرف اني بتأخر بالفيديوهات، بس مثل ما بقولكم دائما الغايب عذره معه. ومثل مو شايفين انتو ما في القناة يعني ما في شي بشجع اني انا انزل. يعني القناة هي مكانك راوح والله، يعني ما بدي احلف من 4 سنين وانا بشتغل، وهي القناة مكانك راوح، لأنه الخوارزمية ما بتشتغل عندي لأنه ما بنزل كل يوم. والله هيك يا رب يعني يقوينا. وأنا بصور مثل ما قلت لكم، بصور مشان التقي فيكم وبشتاق لكم، وذكريات حلوة بيننا. وهلأ هيك عم فيش خلقنا بالعجين وبنعجن ونستمر ونستمر. حلو العجين، أنا بحب أعجن بحب العجين، بس طبعا لما نجي ناكل يعني بدنا ندير بالنا ونحن عم ناكل المعجنات. ومثل ما قلت لكم قبل هلا انا عم حاول خفف، انا مالي عامله رجيم بس بحب خفف، يعني بحب قنن واعرف شو عم باكل. هلا انا لو عملت معجنات اكيد يعني ما حدا بيقاوم، المخبوزات ما بتتقاوم ابدا ابدا. ومثل ما بقول لكم المغريات كتير يعني حوالينا، بس بنحاول يعني نسيطر مشان هي يعني بتعرفوا انتو الواحد كل ما اكل معجنات وكل ما اكل يعني بتفتح شهيته اكتر.
وهي انا شوفوا ارجيكم انه عامله هنيك قهوه، عامله قهوه وعم بشرب. بحب انا، لو بتعرفوا فيديوهاتي من زمان، كل ما بعمل عجين بحط فنجان قهوه وبتمزمز هيك عليه. يعني ما في احلى من شرب القهوه. مشان ننسى ما وراء الكواليس، قلت لكم اكثر من مره اكيد هون. يعني شو ما بدي اقول لكم كيف بيكون وراء الكواليس والدنيا شوب وشاعلين المروحة وما أدراكم. يعني هون أنا مصورة الفيديو من أكثر والله من أسبوع، بس ما نزلته. قلت المنتجة ونزلوا معكم، وحابة أنا أحكي يعني على اللي عم بصير حوالينا واللي عم بصير بأهلنا، يعني مع أهلنا بلبنان. الله هيك يا رب يخفف عنهم. هي عم بشرب قهوة. الله يخفف هيك يا رب، يخفف عليهم يعني عن جد. يعني لا يحسدوا، لا يحسدوا شيء، لا يحسدوا عليه. ومثل ما بتعرفوا نحن السوريين نصنا بلبنان ونصنا بأوروبا ونصنا وأنا هون بالأردن، يعني مفرقين مفرطعين نحن. خلوا ولا الله. الله يا رب هيك يكون بعونهم ويكون معهم، وهيك يهدي بالهم، وإن شاء الله ما بيشوفوا شر. الله هيك يا رب يخفف عنهم، والله يهديهم يا رب. وهيك يعرفوا بس يتحركوا. ما بعرف يعني أنا عم بتواصل معهم، يمكن ينزلوا يرجعوا ينزلوا على سوريا. والله هيك يا رب يطمنا عنهم. وإن شاء الله إن شاء الله ما بنشوف شر. إن شاء الله يا رب هيك كل حدا بأهالينا يعني بلبنان، أهالينا بسوريا، بأي مكان، الله هيك يرحم المستضعف. آمين يا رب. يعني والله كل ما بنقولها إن شاء الله فرجات، وبنحاول نعيش حياتنا طبيعية وبنصور وبنشتغل وهذا الشغل وبدنا نعيش. بعدين هيك بتلاقوا يعني فجأة بصير شي غير متوقع. يعني الله هيك يهدي بالنا كلياتنا. وادعونا وبندعي لهم دائما وكل يوم. يعني نحنا عم ندعي لهم الله يفرج عليهم، الله يفرج عليهم، الله يحميهم يا رب حماه. يعني والله الواحد يعني يعجز اللسان عن وصف اللي نحن فيه واللي بنحس فيه. أه أنا ما بدي أحملكم همنا، وما بدي يعني الفيديو حلو، ويعني حابة أنا أرجيكم صورة حلوة. نفرح مع بعض. بس الله يجازي هيك اللي كان السبب. وما بعرف يعني الواحد يعني أكيد كله شايف وكله مبين وأحد يعني كله بيعرف إنه قديش السوريين متعذبين ومتغربين والدنيا جاية علينا. الله هيك يا رب يهدي بالنا ويصلح حالنا يا رب ويصلح حالكم. وبتعرفوا هلا كمان يعني الدنيا على مدارس، وكل واحد مو ناقصه، وكل واحد يعني عنده اللي بكفيه. بس الله هيك يا رب يقوينا كلياتنا ويرحمنا من هالدنيا اللي صارت قاسية كتير علينا. مو بس على السوريين، على الوطن العربي كله. يعني يعني ونحن يعني بزيادة، يعني المستضعف بزيادة اللي بتحسوه يعني جاية الدنيا عليه بكل الجهات. يعني شايفين حروب وأوبئة وغلاء. الله يرحمنا يا رب من الوباء والغلاء. وهيك يا رب تبالنا. آمين يا رب. ما قلنا غير الدعاء، ما قلنا غير الدعاء. يا رب يا رب. يعني لا حول ولا قوة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بس بنضلنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدنا ندعي، بدنا ندعي، وبدنا يعني دائما نذكر الله وندعي هيك ربنا يرحمنا. يا رب ترحمنا بس هيك برحمتك. آمين يا رب. هلأ شوفوا أنا يعني الفيديو عم بشرح حاله كيف أنا هاي دائما الخلية بعملها معكم، خلية النحل. وعملت هدول يعني تبعات الجبنة كتير، يعني بنزلهم أنا شورت وكتير جابوا مشاهدات وتفاعل حلو. مثل يعني هي اللي عم بساويها هلا قدامكم. بحب اعملها هي، يعني هي بس جبنة على الحل وكتير قراص. هاي الجبنة كتير حلوة وأنا بخمرها. ليش العجينة بينجح؟ لأنه بنخمره، لازم نخمره صح. أنا بخمره كتير والجو كان شوب يعني ساعدني، فبخمره أنا لحتى إنه ياخد راحته وينتفخ وما بستعمل شوبك. شوفوا بإيدي يعني العجينة مأسهلة وما أحلى الشغل فيها. وانا مثل ما بتعرفوني انه البيتزا بس بحط لها كاتشب. ولادي الله هيك يا رب يهديهم ما بياكلوا غير كاتشب، بحبوا الكاتشب مع كل شي كاتشب. يعني ما بسترجي انا
حط على البيتزا غير الكاتشب، كاتشب وزيتون وجبنة أشقوان أو جبنة موزاريلا، ما بيخلوني أحط أي شي تاني. وطبعا أنا لما بكون رايقة هيك وجاي عبالي بعمل بيتزا إلي لحالي، بحط عليها الصلصة وما بقلكن يعني إنه كتير بدلل حالي ومنتدلل وهيك. يا رب بس الله لا يحرمنا فرحتهم، كل شي بفرحهم منساويه، معلش كلياتنا كنا هيك اكيد نعذب اهالينا، بناكل وما بناكل، الله هيك يا رب يكبرون ويعيننا. وشو بدي لكم يعني، المعجنات غير شكل المخبوزات. وهلا الدنيا جاية على الشتاء، اكيد بدنا نشعل الفرن وبدنا نعمل مخبوزات ونتدفى ونشم الروايح. وشو بدي لكم يعني، بدنا نسيطر بنفس الوقت يعني. بتعرفوا هاي المغريات شو بدي لكم يعني، والله هذا العجين يعني لما بيطلع هيك سخن والريحة شي بياخد العقل. وشو بدي لكم أنا يعني، بشوفوا هيك وكل الحبايب عن جد شو هذا يعني، شي بياخد العقل. العجين أكيد كلياتكم شطورات وبتعرفوا، الله هيك يا رب يسلم ايديكم مسبقا. فكله بصير يعني مشان الله بعتيلنا وضيفي. والأكيد أنا لو قريبة يعني والله العظيم بتمنى ضيف الكل، وبتمنى الكل يدوق من ايدي. واكيد يعني انتو يا ريت يا ريت يا ريت تقعدوا معي ونعمل هيك يعني صبحية ونتسلى وناكل مع بعض. هذا كان فيديو اليوم، بشوفكن بأمان الله.